نتحدث إذن مع الصحفي عيسى المسمار. أهلا وسهلا بك معنا. لاعب جديد، نجم جديد يحط رحال في الدوري السعودي. هذا اللاعب كيف تعاطت برأيك الصحافة السعودية مع قدومه؟ وهناك أنباء بأنه سوف يذهب على شكل إعارة إلى نيوكاسل بعد توقيع عقده مع الهلال. ما رأيك بمثل هكذا أخبار؟ في البداية تحية لك أستاذ علي وضيفك الكريم والمتابعين. نعم، الأيام الماضية كانت هناك مفاوضات مع عدة لاعبين متميزين ولهم اسم في الدوري الإنجليزي وفي الدوريات الأوروبية، من ضمنهم روبن نوفيز الذي يعني الهلال انهى التوقيع معه يوم الأمس. واعتقد انه غير صحيح انه ذهابه لنيوكاسل، بل سيبقى في الهلال، وسوف يعني يرافقه كذلك اللاعب السنغالي كوليبالي المدافع، وهو قريب جدا من الانضمام لنادي الهلال. الهدف هو تطوير الكرة السعودية والرياضة السعودية، وغير صحيح ما يشاع انه سوف يذهب الى نيوكاسل. اعتقد انه كذلك يعني الايام القادمة سوف تشهد صفقات كبيرة في الدوري السعودي، خصوصا نادي النصر الذي اقترب من التوقيع مع حكيم زياش المغربي، وكذلك اللاعب الكرواتي بروزوفيتش. وكذلك يعني لا نغفل انه الايام القادمه راح نشاهد يعني عده صفقات كبيره او لاعبين راح ينضمون الى الدوري السعودي، وما هذا الا فقط البدايه يعني. نعم، نتحدث عن مستوى مختلف أيضا في التعاقد في السعودية بانضمام هذا اللاعب. أعمار أصغر، قدرة على العطاء لمواسم كثيرة. كيف تقرأ أيضا هذا التغير في نوعية التعاقدات مع اللاعبين القادمين إلى الدوري السعودي؟ صحيح، هو قدوم رونالدو يعني فتح الباب، حتى يعني هناك تصريحات من عدة مفاوضين أن قدوم رونالدو في الفترة الشتوية الماضية يعني سهل المفاوضات على الأندية لقدوم لاعبين آخرين. يعني حينما يكون أفضل لاعب في العالم موجود في الدوري السعودي، كذلك انضم بعده بنزيما، هذا بكل تأكيد راح يكون وجود الأسماء هذه يعني مغري للاعبين الآخرين إلى الانضمام في الدوري السعودي. الخطة كانت هو أولا استقطاب النجوم الكبار، الأسماء الكبيرة، ومن ثم يعني الانتقال للمرحلة الثانية وهو اللاعبين الشباب والأصغر سنا. والآن جالسين نشوف يعني الآن روبن نيفيز، كذلك ولا نغفل الحارس السنغالي حارس تشيلسي ميندي يعني على وشك التوقيع مع النادي الأهلي. أعتقد أنه الآن هناك 32 لاعب يحق للأندية الأربعة اللي هو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكل نادي 8 محترفين، المجموع 32 راح تكون أسماء كبيرة، يعني لن تكون فقط مجرد لاعبين، راح تكون مثل نوعية نيفز، مثل نوعية حكيم زياش، يعني أسماء كبيرة لها اسم في الدوريات الأوروبية. بما أننا نتحدث عن تعاقدات الهلال، هل هناك أسماء كبيرة أيضا في الهلال، أم أن نوعية الأسماء سوف تبدأ أيضا بالنزول إلى لاعبين من مستوى مختلف من دوريات أقل من البريمير ليج؟ لا، جميع اللاعبين تحت الانظار يعني صندوق الاستثمارات السعودي او تحت الانظار المفاوض. للامانه حاب انوه، يعني هناك اخبار يعني خرجت اليومين الماضيين انه الانديه هي من تكفلت باحضار هذا اللاعبين، وهذا غير صحيح. من تكفل باستقطابات هذه النجوم هو المشروع السعودي، يعني بقياده رابطه المحترفين، هي من تتعاقد مع اللاعبين، وليس الانديه هي من تتكفل في الصفقات. هذا فقط للتوضيح، كما ذكر اليوم في جريدة الشرق الأوسط. يعني هناك إشاعة خرجت أنه الأندية هي من تتكفل باللاعبين، وهذا غير صحيح. بالنسبة للاعبين، كل اللاعبين في الدوريات الأوروبية يعني تحت الأنظار المفاوض السعودي، يعني جميع النجوم. لكن هل مثلا الظروف تسمح، أو مثلا المفاوضات يعني تأخذ منحنى إيجابي أو تصل لمراحل متقدمة، يعني هنا فقط العائق. أما جميع النجوم الموجودين في الدوريات الأوروبية يعني جميعهم يعني راح يكونوا مستهدفين في المفاوضات واستقطابهم للدوري السعودي. واعتقد انه يعني الان الطموح ارتفع يعني لدى الانديه او لدى جمهور الانديه،
اصبح يعني لا يرضى الا بلاعبين كبار سوبر ستار، يعني مثل هذه الاسماء اللي تم التعاقد معها، مثل بنزيما، كانتي، روبن نيفيز وغيرهم يعني. والان يعني ممكن سيلفا في مفاوضات، لكنها لم يعني تحرز تقدم، ولم تاخذ يعني لم تاخذ المنحنى الايجابي. لكن جميع النجوم الموجودين في القاره الاوروبيه يعني راح يكونوا مستهدفين لاستقطابهم للدوري السعودي. ابقى معنا استاذ عيسى. اذا افادت ايضا